عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة بسيطة وجميلة وكلنا بنحبها. هي وصفة عمايل الكريب. اللي هو العجينة بتاعته يعني هتكون ازاي. معانا دوت كوباية دقيق من نفس مقدار الكوباية دي، كوباية دقيق، وهنحط عليها كوباية مية، ومعانا بيضة، ومعانا ذرة ملح وذرة سكر، بس مش اكتر من كده. هو وصفته سهلة وجميلة جدا. ممكن المية تستبدليها بلبن عادي، يعني لو انت عايزاه طري قوي تستبدليها بلبن، لو انت عايزاه يكون بيمط كده معاكي ومتماسك اكتر تعمليها بمية. هنحط اهوت يدوبك حاجة بسيطة جدا، ملح اهو، والسكر برضو اهو، حاجة بسيطة كده على طرف المعلقة، يعني مش كتير اهو. ومعانا بقى بضاية، نحط الاول المية اهو اهوت. حطيت كوباية المية معانا كلها اهي، اعمله كده عشان ما يكلكعش معايا كده. دي الخلطة الصح بتاعته، كوباية قصاد كوباية. ادي معانا البيضة، لو هتعملي كمية اكتر بتزودي ايه البيض اكتر. في ناس بقى بتحب تعمله باللبن زي ما قلت لحضراتكم في الاول، بس انا بصراحة ده اللي عايزاه طري، يكون الكريب معاها طري. انا بحب فيه مطة كده ويبقى ماسك متماسك مع بعض وكده، فبعمله بالمية. شوفي جميلة ازاي العجينة، جميلة ازاي وقوامها حلو. مفيش اي كتل فيه ولا اي حاجة اهو. ديت الايه القوام بتاع العجينة، عايزاها تبقى كده. ودلوقتي بقى هتبقى معانا طاسة سخنة على البوتاجاز، هننزل بيها على طول، فيها شوية زيت بسيط، وهننزل بقى بالكريب، هنشوفها مع بعض اهو. اهو يا حبايب قلبي الطاسة اهيت معايا، فيها حبة زيت بسيط قوي او سمنة، بتبقى سخنة على اساس ان هو بينزل بيحب يعني ان هو يبقى سخن، الزيت او السمنة سخنة. انا وطيت شوية برضو على اساس هنزل دلوقتي بالخليط اللي عندي كده. حتى انا ما سبتهاش برضو تسخن قوي بالقدر الكافي، لازم تبقى سخنة عن كده كمان، يعني ده مش القدر الكافي بتاع السخونية بتاعتها اهي، لازم تبقى سخنة عن كده كمان. هحطها على الوش كده دوت لحد ما اما احسها احمرت من ورا كده وما عادتش بتلزق معايا من ورا، اقوم جايه قلبها على الوش التاني، ما بتاخدش حاجه اهو كده يا حبايب قلبي. خدت وش اليمه التانية ما استوت، قمت جايه قلبها على الوش التاني اهوت، ما بتاخدش حاجه. دقيقتين على النار وبتطلعيها، كل وش اما ياخد اللون الجميل ده بتطلعيه اهو يا حبيبه قلبي. خلص معايا اهوت اهو، ده الوش التاني ما خدتش حاجه خالص، ضمت الوش ده والوش ده اهو، وريحتها جميله وعجينتها حلوه قوي، تحفه بصراحه. هكمل بقى بقيه الكميه اللي معايا بنفس الطريقه وهوريها لكم اهو. بصي يا حبيبه قلبي بقى، بعد ما طلع معايا واحده من التانية ازاي، كلهم احلى من بعض، جميل جدا جدا اهو. وشوفي متماسك وحلو ازاي، وريحته على فكرة جميلة جدا، وبيبقى طعمه حلو قوي. ممكن بقى تحشي اي حاجة. في ناس بتبقى تحط عليه مثلا لو هي هتعمله حلو بس بتحط عليه فانيليا، بس انا بصراحة ما بحبس الفكرة دي يعني. انا بعمله كده بحيث هعمله حادق هعمله حلو، بيمشي الاتنين عادي. يعني ممكن تحشي لحمة مفرومة، ممكن تحشي فراخ،
تعملي تحطيه كده، ترصيه في صينيه وتلفيه بلحمه وتدخليه وتحطيه فوق موتزاريلا عادي. ممكن تعمليه بعسل او بنوتيلا، ممكن تعمليه بسكر، اي حاجة بيمشي. ده بيمشي الاتنين، اللي يمشي حلو وحادق مفيش اي مشكلة. فانا بعمله الاتنين، يعني بعمله كده بحيث يطلع معايا اعمل كده او كده. انا دلوقتي هعمله بسكر لان ولادي بيحبوه كده بالسكر، وهوريلكم في الاخر بعد ما نخلصه كده. هو بقى هبدأ اخدها واحدة واحدة اهو كده اهي. انا هعمله بالسكر، انت بقى زي ما تحبي تعمليه اعمليه، مفيش اي مشكلة خالص. بحط كده برشش عليه شوية سكر، هو بقى منه سخن، بعد شوية السكر بيدوب جواه، وبتنيه كده وبعمله كده. هو السكر بقى شوية بشوية بيدوب جواه، بيبقى طعمه حلو قوي. برضو هجيب واحدة تانية اهي اهو. عادي انت عايزة تحشيه لحمة، عايزة تعملي فيه فراخ، زي ما تحبي اعمليه. عايزة تحطي نوتيلا، تحطي عسل اهو كده اهو كده. واحط عليه برضو تاني شوية سكر بسيط بس مش كتير قوي، بحيث ان هي اهو. دي برضو واحدة تانية معايا اهي. دي الاخيرة اهي. ده اخر واحدة اهيت معايا. هحط برضو عليها السكر. هما الاولاد عندي كلهم بيحبوها بالسكر كده اكتر حاجة. ما بحطش برضو كمية كبيرة، بحيث ان هو يعني ما يجزعهمش هما بياكلوا ولا يضايقهم. بحط برضو برشش حاجة بسيطة كده يدي طعم، وفي بقى يتحط عليها بقى، ويا سلام عليها بقى اما تحطي جواها جبنة، تحشيها جبن بقى، بيبقى طعمها بصراحة خرافة خيالي، بيبقى طعمها حلو جدا جدا. وبكده بقى تكون جهزت معايا خلاص. معايا الكريب اهو، بتقدميه بقى وياكلوه بألف هنا. ويا ريت تجربي الوصفه ان شاء الله. لو عجبتك تقولي لي بقى رايك في الكومنتات، واعملي لي بقى لايك واشتراك في القناه وفعلي الجرس، لان ده بيدعمني وبيخليني استمر واقدم لك كل جديد. وبألف هنا.